الزربيان العدني أكلة ملكية بامتياز، من أفخم وأروع أكلات الرز، كتير فخمة لضيوفكم وجماعاتكم. بعملها يا جماعة بطريقة رهيبة، مستحيل حدا ياكلها من عندي وما يطلب طريقتها. بهالفيديو رح أحكي لكم هاي الطريقة بالتفصيل، رهيبة لازم تجربوها. أول إشي بالخلاط رح أحط عندي علبتين من الزبادي، معلقة كبيرة من صلصة البندورة، كل المقادير لحجم دجاجتين، حجم الدجاجة 1300 جرام. حنحط 3 حصوص من الثوم، بودرة مرق الدجاج، وتشكيلة من البهارات رح تلاقوها أسفل الفيديو، شوي من الكزبرة وبصل محمر وربع كوب من المي. رح نخلطهم كلهم لحتى نحصل على هالقوام. بطنجرة على النار رح نحط من زيت البصل، ورح أحط قطع الدجاج لحتى إني أحمرها. أول ما تتحمر معنا ويتغير لونها بهالشكل رح أضيف مكعبات البطاطا. كمية البطاطا وحجمها بيرجع لذوقكم. بنحركهم منيح وبعدين بنضيف عليهم الخلطة، وبنرجع بنحركهم منيح لحتى يتغلفوا بالخلطة كتير منيح. وبعدين بنضيف قرون من الفلفل وبنغطيها لحتى تستوي معنا تقريبا 45 دقيقة. قبل ما تستوي معنا تقريبا ب7 دقايق أو 10 دقايق بنجيب طنجرة، بنحط عليها كمان زيت البصل، وبنحمر عليها بهارات صحيحة، وبنحط عليها الرز اللي مغسول بس، بنحركه منيح، وبنحط الملح، وبعدين بنغمره بكمية كتير منيحة من المي. خطوة اختيارية، ممكن تشيلوا هدول البهارات. بعد ما يستوي الدجاج بعد 7 دقايق تقريبا بنحط عليه الرز. تمام. وبعدين بنضيف عليه الصبغة، أنا حطيتهم صبغة أورنج وصبغة صفراء، وبعدين حطيت عنا البصل المحمر، تركتهم على أوطى نار تقريبا مدة 20 دقيقة. بعد ما تستوي معنا بنشيل الطبقة يلي فوق. تمام. وشوفوا عندي الرز كيف مستوي ونثري معانا. راح عنا نحطه بصحن التقديم ونزينه عنا حسب الرغبة، وصحتين.